أغلق باب الغرفة على الزوجين، فما كان من الشاب إلا أن أهان الفتاة كثيرا وجرحها بشدة، وهو يتهمها بالاتفاق مع جدها عليه. فهو لا يعرف كم إن هذا الرجل ماكر وخبيث، ويحب كثيرا اللعب بحياة من حوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعتذر جدا لإخواتي الأفاضل، وده سبب مرضي، أرجو مسامحتي على تقصيري. العروس كانت تعيش منفية في فيلا ملك لجدها، ولا ترى من العالم الخارجي إلا أختها، ويعود ذلك إلى التشوه الذي أصاب وجهها وهي طفلة صغيرة، حيث تعرضت إلى حادث مع والدتها فأصاب وجهها وجسدها ببعض الحروق، مما ذهب بجمالها. فهي كانت جميلة جدا، ولكنها عاشت بتلك التشوهات في وجهها، مما أبعد عنها الجميع، حيث يخافون من شكل وجهها المشوه، إلى أن بلغت مبلغ الفتيات وتفاجأت بجدها وهو يخبرها بأنها ستتزوج وتستعد لهذا الزواج. أما العريس فهو شاب استولى جد الفتاة المشوهة على أملاكه، وساومه على تلك الأملاك بأنه يمكن أن يعيدها إليه بشرط أن يتزوج حفيدته وينجب منها طفل، وتحت ضغط أمه قبل هذه الزيجة. ولكنه لم يتوقع أن الفتاة مشوهة، وبالفعل تمت جميع المراسم حتى كان يوم الزفاف، ونزلت الفتاة في ثوب عرسها، وكانت المفاجأة إنها مشوهة وشكلها مخيف، حتى إن الجميع أصابهم الخوف أو التقزز من شكلها. انتهت ليلة الزفاف، وذهبت الفتاة مع زوجها وعائلته المكونة من أمه التي أصابتها الصدمة، وكانت متقززة بشدة من شكل الفتاة، وأخته، وهي الوحيدة التي شعرت بالشفقة على حال الفتاة، وحاولت كثيرا مع أمها وأخيها أن يرحموا تلك المسكينة، ولكن لا حياة لمن تنادي. أغلق باب الغرفة على الزوجين، فما كان من الشاب إلا أن أهان الفتاة كثيرا وجرحها بشدة، وهو يتهمها بالاتفاق مع جدها عليه. فهو لا يعرف كم أن هذا الرجل ماكر وخبيث، ويحب كثيرا اللعب بحياة من حوله، ولم ينجو منه أحدا حتى أحفاده، وعلى رأسهم تلك البائسة التي رفض أن يقوم بإجراء جراحة تجميلية لها لتستعيد بها وجهها الجميل رغم بساطة حالتها. تعرضت الفتاة للمعاملة السيئة من زوجها، وكذلك ممن كانت من المفترض إنها خطيبته قبل الزواج، إلا إنها قبلت أن يقوم خطيبها بتلك اللعبة حتى يحصل على المال. ولكن في النهاية استطاعت أخت الشاب أن تجعل قلب أمها يلين من جهة الفتاة، وتحسنت معاملتها، حتى أن الشاب بدأت تنمو في داخله بعض المشاعر تجاهها، مع إحساسه بأنها ضحية مثله أو ربما أكثر منه. على الجانب الآخر كانت هناك أخت الفتاة، والتي تعرضت لمكيدة من جدها حتى لا تمنع هذا الزواج، إلا إنها توعدت الجميع بأن تخلص شقيقتها من تلك المصيدة، وبالفعل نجحت في ذلك، حيث استطاعت بحيلة على قدر كبير من مال الجد، وخططت للهرب بأختها بعيدا عن الجميع، ونجحت في ذلك، وقامت بإجراء عمليات تجميلية لوجه أختها، فاستعادت شكلها الجميل، وكانت تستعد
كانت تستعد لإجراء عمليات أخرى لباقي جسدها، إلا إنه انتشر خبر مقتل جدها. وهنا قررت العودة إلى البلاد للمطالبة بميراثها. منذ هروب الفتاة مع أختها وزوجها لم يرتح له بال، وبحث عنها كثيرا على أمل أن يجدها، فقد أحبها، حتى إنه بدأ في السعي لإجراء جراحات تجميلية لها حتى تتخلص من تشوهها، إلا إنها هربت قبل ذلك. ولكن حال عودتها بعد مقتل جدها ذهب إليها لإعادتها إليه. هناك تعرض للقبض عليه بتهمة قتل الجد، مما أصابها بالانهيار الشديد. ظل الشاب حبيسا إلى أن ثبتت براءته وخرج واستعاد زوجته، ولكن تم توجيه الاتهام إلى أخت الفتاة، وبالتحقيق ثبتت براءتها هي أيضا، ولكن تم توجيه الاتهام تلك المرة إلى أخيها. وهنا انهارت مربية الفتاة وهي تعلن براءة أخو الفتاة، وإنها هي من قتلت الجد بسبب جبروته وطغيانه، كما إنها أم لهذا الفتى المتهم، حيث أجبرها الجد على إخفاء حقيقتها وأن تعمل كمربية للفتاة في الفيلا المعزولة التي كانت تعيش بها. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، إن أم الفتاة لم تهرب كما زرع الجد في رأس الفتاة وأخيها وأختها، وإنما الجد هدد بأن تترك الفتاتين وترحل، وإما سيقوم بقتل ابنها، حيث إنها تزوجت بعد موت والد الفتاتين وأنجبت طفل آخر، فاضطرت مجبرا للتخلي عن الفتيات لجدهم، وهربت بطفلها وزوجها. وقد كان هو طبيب التجميل الذي تولى عمليات تجميل الفتاة بالخارج. ظهرت كافة الحقائق، وظهرت كافة الخبايا والقصص والمؤامرات التي حاكها الجد، والتي تركت الأثر الكبير في نفوس الجميع. ولكن قرر الأحفاد إصلاح الأمور، فقاموا بإرجاع حق الشاب زوج الفتاة، وكل منهما حصل على ميراثه. وخضعت الفتاة لباقي عمليات التجميل لتستعيد جمالها وشكلها، وتبدأ حياة طبيعية سعيدة مع زوجها يسودها الحب والمودة والرحمة. فإن الإنسان لا يتمتع بالحياة إن أجبر على تذوق شيء من الطعام الذي لا يحبه ولا يرغب فيه. فكيف الحال بمن أجبر على الزواج والعيش مع شخص لم يختاره ولم يحبه؟ خلصت قصتنا النهاردة، وهنا أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.